السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه حبايب قلبي؟ دفعة ثانوية 2024، معاكم دكتور ياسين العدل في مادة الأحياء، وبإذن الله هوضح لكم نظام أو تفاصيل المراجعة الياسينية الشاملة في المادة، واللي هتكون موجودة مجانية بالكامل على يوتيوب. أي حد يقدر يطلع عليها بإذن الله، سواء انتوا بتحضروا معايا في السناتر أو مش بتحضروا، تقدروا تسمعوها وتشوفوها بإذن الله، مفيش أي مشكلة خالص. طيب الأول الحمد لله قبل الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله أبدا أبدا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اوفر فيو على الفيديو بتاعنا النهاردة، في فقرة بعنوان التارجت، فقرة بعنوان السيستم بتاعنا، فقرة بعنوان ازاي أوصل، فقرة بعنوان خليك فاكر. أول حاجة السيستم بتاعنا، بحيث اللي داخل يشوفه ويطلع مفيش أي مشكلة خالص. باقي الفيديو هيكون جاست دردشة مش أكتر. أبدأ أوضح لك فيها شوية حاجات جانبية غير نظام المراجعة بتاعتنا. فخلينا الأول نبدأ بنظام المراجعة، عشان اللي عنده حاجة وعاوز يطلع أو يشوف نظام المراجعة ويطلع مفيش أي مشكلة خالص. الأول نظام المراجعة بتاعنا شرح مفصل للمنهج بالكامل، مش هيكون شرح مختصر ونظام النص ساعة ونظام هشرح لك الدرسين والثلاث دروس في ساعة والكلام دوت، لأ خالص. هشرح لك المنهج بالكامل شرح مفصل. فلو انت الاخير على الدفعه ولو انت الاول على الدفعه، اقدر اقربكم انتوا الاتنين من مستوى بعض، مفيش اي مشكله خالص. الاخير يقدر يستفيد، والاول على الدفعه او الاول حتى على الجمهوريه يقدر يستفيد باذن الله. هشرح لك بكل الامثله اللي كنا بنشرحها في اول السنه، وازود لك حاجات برضو، والافكار والتركات والكلام دوت كله هنوضحه. ولكن الفرق بين الشرح دوت بتاع المراجعه والشرح في اول السنه، ان اول السنه زي ما انتوا عارفين ان احنا كنا بنغوص في بحر الاحياء حرفيا، يعني كل حاجة بعرفك أصلها وفصلها، ولو في حاجة ليها أصل علمي أو حاجة مش واضحة في الكتاب ببدأ أوضحها لك. لكن يعني حاليا مش وقت الكلام دوت، حاليا وقت إن أنت تاخد المعلومة اللي تفيدك في الفهم وتفيدك في الامتحان فقط مش أكتر. فده بالنسبة لنظام الشرح، فيديو الشرح. بالنسبة لحل الكتب، فاحنا هنحل بإذن الله كل الكتب المتاحة، كل الكتب الموجودة هتتحل. ولكن mainly يعني أهم حاجات هنحلها كتاب الامتحان طبعا بالكامل، كتاب التفوق بالكامل دوت هنحلهم. وهناخد افكار كتيره من كتاب الدليل، وباقي الكتب هنجمع منها افكار في PDF برضه. ولكن مين اللي هنحلهم ما ينفعش تدخل الامتحان من غيرهم، كتاب الامتحان وكتاب التفوق دوت لازم تحلهم. هنجيب برضه اسئله من منصه نجوى ومنصه حصص مصر، اهم الاسئله اللي فيها او الاسئله اللي فيها افكار جديده او افكار زياده هنحل برضه. دوت حاجه مهمه جدا جدا جدا، اسئله السنين السابقه، وانا عارف ان احنا حليناها في اول السنه وفي المراجعات، ولكن هنحلها تاني برضه تثبيتا للمعلومات، وان احنا نطلع بافكار جديده مفيش اي مشكله خالص. يبقى دوت نظام المراجعه بتاعنا بشكل مختصر. طيب في ايه تاني يا دكتور؟ باذن الله قبل كل اسبوع او بدايه كل اسبوع هبدا انزل لك الجدول بتاعنا اللي هنشتغل عليه. يعني مثلا دلوقتي احنا هنبدا الباب الاول، او هنبدا الفصل الاول في الباب الاول اللي هو الدعامه والحركه. فخلاص ابدا انزل لك الجدول. يوم الاحد شرح الدعامه في الانسان، يوم الاثنين شرح الحركه في الانسان، يوم الثلاثاء حل الدعامه والحركه في الانسان، يوم الاربعاء شرح الدعامه والحركه في النبات، يوم الخميس حل الدعامه والحركه في النبات. ونفس الكلام في الهرمونات، نفس الكلام في التكاثر، نفس الكلام في المناعة، ونفس الكلام في ال DNA وال RNA.